في خبر آخر، كشف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدا تفاصيل قضية اختفاء ومقتل المحامي والرئيس السابق لبلدية السبت شاوي جمال. ووفق بيان النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدا، فقد تلقت مصالح الدرك الوطنية ببلدية السبت بلاغا بتاريخ 22 جانفي مفاده اختفاء المدعو شاوي جمال منذ 21 من نفس الشهر، حسب تصريح ذويه. لتأمر نيابة الجمهورية لدى محكمة عزابة فور إخطارها بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الاختفاء. وحسب ذات البيان، فقد تلقت مصالح الدرك الوطنية ببلدية الحروش بتاريخ 30 جانفي بلاغا من أحد المواطنين مأفده العثور على كومة من التراب محفورة حديثا بجانب الطريق السيار بقرية توميات تشبه إلى حد كبير قبرا. لينتقل فور ذلك وكيل الجمهورية رفقة عناصر الدرك الوطنية والحماية المدنية للمكان. وبعد إزاحة التراب، تم العثور على جثة لشخص من جنس ذكر، وبعد المعاينة الميدانية تم نقل الجثة إلى مستشفى الحروش ليتبين أنها تعود للمدعو شاوي جمال الدين محل بلاغ الاختفاء، والذي اتضح أنه تعرض إلى طلقة نارية على مستوى الرأس. أما باقي الجسد فلا توجد عليه أي آثار للعنف. وأكد بيان النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدا أن التحقيق الابتدائي لا يزال مستمر تحت إشراف النيابة إلى غاية الكشف عن الجنات.